يا مساء الهنا، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده مع بعض كده هنعمل وصفه كده هنحتاجها بقى في سندوتشات المدارس. كل سنه وانتم طيبين. مفيش وقت بقى كده، عايزين نعمل وصفات كده كتير عشان تنفعنا في السندوتشات واللانش بوكس والحاجات دي كلها. هنعمل مع بعض اليومين الجايين دول فيديوهات كتير باذن الله. قلنا نبتدي كده بطريقة الحلاوة الطحينية بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله. اول حاجة هنعمل الطحينة بتاعتنا في البيت، فهنعمل بقى الطحينة كده ايه بطريقة سهلة كده، مش هتاخد معانا وقت. عندي كوباية من الدقيق، وكوباية من السمسم، ونص كوباية من الزيت. هننزل بكل المكونات دي طبعا في شفشق الخلاط، وهنخفقها ولغاية ما السمسم بتاعنا ينعم. ممكن تستعملي سمسم ابيض، وممكن تستعملي سمسم محمص عادي. زي ما شفتوا كده الطحينة بقت معايا قوامها تقيل وممتاز كده. دي حاجة من الوصفة بتاعتنا. هنبتدي بقى نعمل الحلاوة الطحينية بتاعتنا. هنجيب بقى في ناس بتحط 3 كوبايات لبن بودرة، ومش عارفة كوبايتين نص طحينة، هتبقى مكلفة جدا. ما احنا عاملينها في البيت ليه؟ احنا عايزين حاجات اقتصادية وسريعة. هناخد بقى كوباية من سكر بودرة. طبعا عندك سكر في البيت نعميه في الكبة او في في الخلاط، حسب ما انتي بتنعميه والكلام دوت، بدل ما تشتريه من بره. هتاخدي كوبايه سكر بودره، وهتاخدي كوبايه لبن بودره برضو، وهننزل بكوبايه من الطحينه اللي احنا عملناها. حبه تعمليها حبه، مش حبه ممكن تشتريها طبعا من السرجة او من اي حته يعني. فانا قلت برضو ان ما تبقاش مكلفه معانا نشتريها. نشتري احنا مكونات وهتنفعنا نستخدمها اكتر من مره. حطيت بقى كوبايه لبن بودره، كوبايه سكر بودره، كوبايه من الطحينه. كل المكونات دي هندمجها مع بعض، وهن ايه وهنعجن فيها بايدينا. طبعا غاسلين ايدينا وايدينا نظيفه وكويسه. مش محتاجه البس جلافز ولا اي حاجه. لان طبعا مش كل حاجه هنستخدم في البيت جلافز ولا حاجه، ممكن نكون بنستخدمه للتصوير. فانا كاي ست بيت بستخدمه بقى بايدي. بس اهم حاجه طبعا ايديا تبقى مغسوله ونظيفه. خلطت المكونات مع بعض كده لغايه ما اندمجت وبقت معايا زي حبيبات الرمل، زي ما انتوا شايفين كده خدت منها جزء كده وحطيته في علبه من علب التلاجة، او اي علبه عندك حابه تحفظي فيها. المهم تضغطيها ضغطه شديده، بحيث ان هو المكونات كلها يعني تتماسك، وما يبقاش مفروله كده من بعض. احنا عايزينها تبقى مضغوطه ببعض، مضغوطه جامد. اهم حاجه نضغطها وتاخد شكل العلبه. دي الحلاوه الساده. خدت جزء كده حطيته وعملته في علبه، وقلت بقى اعمل معاكم شويه كده بالشوكولاته. عشان اعملها بالشوكولاته حطيت جبت بقى بقيه المكونات، قسمتها نصها ساده والنص التاني هحط عليه بقى كاكاو. حطيت 3 معالق كاكاو، وحطيت زيهم 3 معالق لبن بودرة، و3 معالق سكر بودرة، وهحط 3 معالق من الطحينة. وبرضه هخلطهم ببعض زي ما انتوا شايفين، هيبقوا زي حبيبات الرملة كده. وهبتدي اجيب علبة تلاجة تانية واحطها بقى طبقة من الحلاوة السادة، وطبقة من الحلاوة ام شوكولاتة، وهكذا. دي بقى هنا عندي برضو حبيت اعمل معاكم برضو شكل تالت. يبقى الشكل الاولاني كانت حلاوة سادة، الشكل التاني بالشوكولاتة، الشكل التالت هعمله كده صف وصف، بحيث تاخد شكل زي ما انتوا شايفين موضح معايا في الفيديو. وطبعا الفيديو بيوضح اكتر من الكلام. لو تابعتي معايا الفيديو كويس خطوة بخطوة هتطلع معاكي ممتازة. بصراحة هي مش مكلفة وممتازة جدا. انا شفت اكتر من فيديو بصراحة. فاستكترت اول مكونات 3 كوبايات لبن بودرة، 3 كوبايات سكر بودرة، مش عارفة كوبايتين ونص طحينة، كتير جدا. فانتي لو عاملة الطحينة في البيت ومع المكونات دي في البيت، يعني كوباية لبن بودرة مش كتير. اللبن البودرة غالي جدا عشان احط 3 كوبايات، فكتير جدا يعني. فجربيها كده في مقدار معين، عجبك هتعمليها تاني. بس الفيديو معايا كده النهاردة، يا رب يكون عجبكم. الحلاوة ان شاء الله طريقتها هتعجبكم، وطعمها كمان هيعجبكم جدا. طعمها مميز ونضيفة جدا زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. بس اهم حاجة عندنا علشان ما نقعش في الخلطة دي، اهم حاجة السكر بتاعنا لو طحناه في البيت يكون ناعم جدا. نعميه علشان ما يعملش تبقى حاجة بتقرش كده في الحلاوة. بصوا حلاوة جاهزة يعني، فاهماني؟ ما شاء الله طعم وشكل وكل حاجة. يعني انا ما كنتش متخيلة انها هتطلع معايا بالجمال ده، او هتطلع معايا فعلا حلاوة طحينية. هنا بوريكم ان العلب اهي، بصوا مش لازقه ولا حاجه. اهم حاجه قبل ما احط الحلاوه في العلب ادهن العلب دهنه زيت خفيفه كده، بحيث ان هي ما تلزقش. وزي ما انتوا شفتوا كده علب الحفظ ما فيهاش اي حاجه لازقه، لان زي ما قلت لكم دهنتها دهنه زيت.
يا رب كده الطريقة تعجبكم ان شاء الله، وهي طريقة سهلة وبسيطة وسريعة. اتمنى تجربوها، وان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات كتير تعجبكم مفيدة واقتصادية. وانتظروني في فيديو جديد في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.